اللي صار الحمد لله رب العالمين ان احنا في السعودية. لما اجى عرفت انه الكاميرات اللي في الشارع اتفرغت. الشرطة شايفة شغلها على أكمل وجه. البحث الجنائي اتدخل وقالوا لنا هذه ضرب، يعني هذه جريمة جنائية وضرب يفيض أو يؤدي إلى الموت، لأنه هو أغمى عليه من كتر الضرب وتكسرت عظام الحوض وكان لازم يعمل عملية خلال 48 ساعة. أنا يعني كنت بتفاجأ كل شوية كل مثلا 3 مرات في اليوم مثلا أو 4 مرات في اليوم بمكالمات من الشرطة. في حد إجاكي، في حد حقق في الموضوع، طيب إحنا مهتمين، إحنا بنراسلك، إحنا بنكلمك. بعدين بدأت الشرطة تيجي مرة واثنين وثلاثة، بعدين بدأوا يحققوا، بعدين راحوا عمل تفريغ للكاميرات. فمن ضمن الأسئلة اللي كان بيسألها لي الشرطي بيقول لي إيش جنسية اللي ضرب أبوك؟ قلت له مصري. قال لي مصري بعد؟ ما شاء الله عليه. إيش راكب؟ قلت له راكب لكزس سودا. لكزس بعد؟ ما شاء الله عليه. وما شاء الله تبارك الله، يعني هم شبه خلاص عرفوا هذا الشخص، يعني بنسبة 90% عرفوه، بس يعني لسه ما تمش القبض عليه. بس أنا بحمد ربي الحمد لله رب العالمين إن إحنا في بلد زي السعودية. لما كنا في الطوارئ وكنا في المستشفى، كل ما نحكي لحد القصة يقول لك احمد ربك إن أنت في السعودية بس ما تتدخليش. حتى لما رحت لمحامي صاحب أبويا وحكيت له القصة وقلت له إحنا لازم نهتم في الموضوع، لازم نروح نسأل الشرطة، لازم نشوف المحضر، قال لي أنت من غير ما تهتمي ولا تتصلي سيبيهم، هم حيشوفوا شغلهم. وفعلا هم شافوا شغلهم على أكمل وجه وعملوا أكتر من اللي إحنا الواحد كان متخيل إن هم يعملوه بكتير. طبعا واقعة الضرب، أنا بما إني واحدة أنا عايشة ومولودة وعايشة طول حياتي في السعودية، طبعا مصدومة ومستغربة. مين هذا المتخلف اللي مصدق حاله لدرجة إنه ممكن يمسك واحد يضربه في الشارع ضرب يفضي إلى الموت وبعد هيك يركب سيارته ويمشي؟ وهذا واحد يعني احنا بالمصري بنقول مقطع بطاقته أو خلاص يعني ماضي على شهادة وفاته، مش هامه. يعني غالبا أنا أعتقد إنه هو واحد جديد في السعودية، لأنه مش عارف القانون السعودي إيش ممكن يعمل.